الخوف. الخوف من المشاعر الطبيعية جدا اللي أي إنسان بيمر بيها. بما بنتكلم على إنه شعور طبيعي بنتكلم على حدود، طبعا أكتر من الحدود بتاعته يبقى فيه مشكلة، أو أقل من الحدود بتاعته تبقى فيه مشكلة. طيب الخوف من إيه بالظبط؟ إحنا النهاردة هنتكلم على الخوف من المجهول، أو الخوف من التغيير، أو الخوف من الفقد. الخوف من المجهول أو من التغيير الاتنين فيهم علاقة مرتبطة ببعض، مش هنتكلم عنها بعمق، لكن خلينا نقول يعني ايه الخوف من المجهول. لو بصينا على البحر كده، في ناس بتخاف من ان هو مش عارف هو اللي ورا البحر ده فيه ايه، فبيبقى عنده مشكلة في ان هو يبقى مش شايف ما وراء البحر، فيخاف من المجهول. زي بالظبط فكرة التغيير، في كلمة كده شائعة بتقول اللي نعرفه أحسن ما نعرفوش، يعني معناها اللي احنا شايفينه وعارفينه وفاهمينه وبنتعامل معاه هو ده الأفضل على إن احنا نجرب حاجة ما نعرفهاش. هل كل الناس بتفكر بالشكل دوت؟ لا، مش بالضرورة. لكن عملية التغيير نفسها مش كل الناس بتحبها إلا لو شايفة هي هتتغير وتروح فين، مع مين، وإزاي، وإمتى. في ناس ما تفرقش معاها، يقول لك أنا أحب أغير على سبيل التغيير. في ناس بتحب تخترق المجهول. في ناس بترى في المجهول فرص، وفي ناس بترى في المجهول غموض. ده بيولد نوع من أنواع الخوف. مش هيكون تركيزنا قوي على الموضوع ده النهارده، هيكون تركيزنا على حاجة تانية، ألا وهي الخوف من الفقد. يعني إيه الخوف من الفقد؟ تخيل كده أنا جايب الجهاز ده وخايف أفقده، خايف يضيع، خايف يبوظ، خايف ما الاقيهوش. فانا جايبه ورحت حاطه في الخزنه عشان خايف انه يبوظ او يضيع او يتسرق او ايا كان. هل انا كده عارف استفيد بيه؟ هل انا كده عارف استمتع بان انا عندي الجهاز اللي فيه الامكانيات كذا 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 كذا؟ ولا انا حرمت نفسي من ان انا استمتع بالشيء ده عشان خايف انه يضيع؟ كذلك في العلاقات، انا خايف ان انا اتكلم عن شغلي فاتحسد، فالناس ما تعرفش ان انا بعمل ايه، خايف الناس تحقد عليا. انا خايف والله ان انا اقرب من المكان دوت فانا ارتبط بيه او اتعلق بيه، واجي في وقت من الاوقات ما اعرفش اروحه فاتاذي. انا خايف من ان انا اتقرب من الناس دي او من الاشخاص ديت او من المجتمع ده، فما اعرفش استمتع بوجودي معاهم، ما اعرفش استمتع بنجاحاتي في العمل لما يعلن عنها ولما الناس تعرف انا بعمل ايه. الخوف بيقضي على فرصة إدراك الإنسان إن الحياة هي سلسلة من حاجات بتيجي وحاجات بتروح، حاجات بنفقدها وحاجات بنلاقيها. كوني إن أنا أفضل خايف من شيء عشان أفقده مش هيخليني أعرف أستمتع بوجوده معايا. مهم جدا إن إحنا ندرك إن الخوف اللي بالشكل دوت بيفقدنا فرصة الاستمتاع بحاجة معانا وإن إحنا نعرف نستعملها. أنا خايف اتكلم على شغلي، طب ما حدش يعرف انا بعمل ايه. خايف اروح اتعرف على الناس دي، طب ما يمكن اتعرف عليهم يديني فرص حلوه ويفتح لي امكانيات. خايف ان انا اتقرب من شيء او ارتبط بشيء، طب ما يمكن ارتباطي بالشيء او المكان او الاشخاص ده ينتج عنه حاجات حلوه كتير. مين هيفقد مين الاول؟ مين ماشي قبل مين الاول؟ مش بتاعتنا، بس مين يعرف يستفيد من الناس اللي حواليه بشكل صحيح ويقدر يقرب منهم ويستفيد من وجوده معاهم وبيهم ويتكاملوا مع بعض. الخوف بيفقدنا الإحساس بالاستمتاع اللي المفروض نستمتع بيه، سواء بمكان، بأشخاص، بأشياء، بنجاحات. ما بقولش ما نخافش، بس بقول يا ريت ما نخليش الخوف يفقدنا فرص حلوة لحياة نعيشها، وإن شاء الله نعيش دايما حياة أحلى في رحلتنا، لأن الرحلة تستحق إن احنا نستمتع بيها.